قريت قرآن وأنا بجري، حاولت أعمل أي حاجة تساعدني. لقيت نفسي قدام بيتنا مرة تانية. ناديت على خالي، خبطنا لحد ما نزل فتح لي. قلت له قلت له كان عندك حق. قلت له أنا شفتها يا خالي. خدني ودخلنا البيت. بيحكي شفت إيه بالظبط. قلت له واحدة واقفة في نص الترعة، كانت بتنده عليا، شعرها مغطي وشها كله. قال لي أنا مش قلتلك ما تنزلش؟ إيه اللي نزلك بس؟ وحكى لي قصة النداهة. قال لي زمان كان في واحدة اسمها أمل. أمل كانت جميلة، كانت أجمل واحدة في القرية كلها. في يوم من الأيام سمعنا حد بيصوت ناحية الترعة. كانت أمل كانت بتغرق، ورغم إن أكتر من حد حاول إنه ينقذها، قبل ما تغرق بصت لكل اللي كانوا واقفين قدامها وقالت لهم مش مسامحاكم، وغرقت أمل. ومن يوميها الناس بدأوا كل يوم يسمعوا صوتها بتنده على حد، يروح لها وتغرقوا معاها في الترعة. عشان كده قلت لك مهما نادت عليك ما تروحلهوش. قلت له ده تخريف، ازاي في حاجة زي كده؟ قال لي اديك شفت وسمعت، حابب تجرب جرب، بس انا حذرتك يا ابني. عدت الليلة، انا مش مصدق حاجة. انا قاعد خايف ومش بتكلم. قلت لا خلاص، انا لازم ارجع القاهرة تاني. حجزت قطر وقلت هي اخر ليلة هباتها بكرة.